هلا 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 والله، هلا والله، هلا والله. وصل الصنديد، وصل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذا هو وصل الصنديد من الدمام. ما شاء الله. بسم الله وننزل السيارة. طبعا السيارة بنشتغل فيها يعني توصيل اول شي بريك وتوصيل جلنط، لان ما فيها لا جلنط ولا بريك. يعني حتى حذرت راعي الونش، قلت لا تترك السيارة لا تدحدر اخر الشارع بعدين، فقلت له امسكها بالونش ونزلها شوي شوي. وهذا السيارة بننزلها ان شاء الله الحين. نقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. مبسوط يا المركز؟ ها مستانس. فهذا بننزل السيارة. طبعا الورشة ذي انا اشتغل فيها، مركز شعاع النسيم لصيانة السيارات. ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله نفس السطحة ذي بخليه يجيب الموستنج بعد شهر شهرين ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك له. والله كان ودنا بسطحة، لكن سطحة بذي المستوى ما شاء الله ترى غالية جدا. الله يبارك له ما شاء الله تبارك الله. تذكرون سطح الديناصور الفورد السطحة؟ بس ما شاء الله ذي نص داون ولا فول داون؟ ما شاء الله الحين يبين معاهم. لا نص داون، الفول داون غالية جدا. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. اخيرا جا الصنديد، اخيرا بيلمس ارض الرياض. نورت الرياض يا صنديد، نورت. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. اللهم بارك يا رب، بارك تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيه العافية ابن سوريا، الرجال من بدو سوريا، والنعم والله بأهل سوريا جميعا وبجميع العرب. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اعذرونا طولنا المقطع، لكن والله يا شباب الشوق اشتقت لذي السيارة الصراحة، لأن ولا مرة شغلتها، بس أحبها. لكن انتهيت من تجديد البدي، لكن باقي الكهرباء والميكانيكا والعضلات، يعني كل شيء، الداخلية، كل شيء يبي لها. اللي خلص بس البدي، باقي الأمور كلها ما خلصت إلى الحين. ما شاء الله تبارك الله. تمام. خلونا نحاسب الرجال. طبعا ما شاء الله مثل ما تشوفون بنلمع السيارة ان شاء الله تلميع البدي بالكامل في الورشة. طبعا تلميع الورشة يعني تلميع مبدئي، التلميع الصحيح في المراكز العناية بالسيارات، لكن بنلمع هاي كبدي عشان نحافظ على البوية لا تشهب ولا تخف لمعتها. هذا الطربال موجود، الدركسونات موجودة، والثلاجة في ثلاجة ما يحتاج، بس يعني باقي الأغراض الأساسية كلها داخل السيارة. السيارة يبغى لها شغل تنجيد كامل، لكن نبي نقدمها شوي عشان الكاميرا. أنا عندي مراقبة كاميرات عن طريق الجوال، بوريكم بس أقدم السيارة، بنزل لكم اللقطة وأنا أقدم السيارة. أو لا يغركم حجمه، ترى حوض خفيف، أهم شيء الكفرات مليانة هواء. فقاعد أدف في السيارة الحين. ما شاء الله. بحط لها حجر قدام وورا عشان لا تدحدر. مثل ما تشوفون ما فيها جنط، ما فيها بريك، مصيبة. والحمد لله على السلامة، وصلت السيارة الحمد لله. شوف قاعد ترجع. أخيرا وصلت. اعذرونا يا شباب إذا طولت المقطع، لكن والله كنت مشتاق جدا للسيارة. إن شاء الله نلمعها بعد، بلمعها بنفسي، بخليهم يعلموني كيف ألمع بالصاروخ. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. الله يبارك. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذا الصنديد ما شاء الله، هذا البهبهاني لاحد الزباين ابو مشعل. ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا شباب والله مو يا بلد على كلامه. يعني جالس اشوف السطحة يوم جاء، ويوم انا جيت، ويوم نزلها، ويوم يعني نزل السيارة. يعني اول مرة انزل محتوى تصوير مراقبة، وقعدنا والله نسولف انا والرجال، وبعدها نضبط الامور، وبعدها شو اسمه يعني السيارة تورطنا فيها، يعني ما فيها لا جلنط ولا بريك. فعشان ندخلها الورشة لازم نشتغل عليها برا، يعني في الشارع نوصل البريك على الأقل والجلنط، عشان إذا جيت أدفها أنا وأصحاب الورشة اللي شغالين في الورشة
ما تدحدر علينا، لأن لو دحدرت علينا مصيبة. فإن شاء الله يعني نزلناها بالشارع، ويعني أحط لها حجر في الكفر الخلفي وحجر في الكفر الأمامي عشان ما تدحدر لا ورا ولا قدام. طبعا بعيدة عن الخزان، اللي يشوفون الخزان يقولون انتوا عند الخزان بتخرب البدي، بعيدة عن الخزان، بس بكاميرا المراقبة صاير كأنها الخزان قريب من البدي. فالأمور طيبة الحمد لله، وإن شاء الله بنشتغل على السيارة حبة حبة لين نخلصها وننقل ملكيتنا. من 5 سنوات إلى الحين ما نقلت الملكية، تخيلوا والله مشكلة. ما شاء الله تبارك الله. وبهذا الشكل انتهينا. تعمدت اقدم السيارة عشان الكاميرات، وبوريكم التصوير وانا ادف في السيارة. حطيت حجر على الكفر الامامي وحجر على الكفر الخلفي عشان لا تدحدر. ويوم السبت بنشوف طريقة ندخلها الورشة ان شاء الله. شوفوا ذي الطلعة صعبة يبي لها قوة عزم، فلازم سيارة نسحب فيها، يعني سيارة تسحب الصنديد لين داخل او سطحة تحمل السيارة وتدخلها داخل. لكن كلام راعي الورشة جميل. ايش قال؟ قال نشوف طريقة توصيل البريك، انه يصير في بريك وندف السيارة، عشان لو احد يعني 10 أو 6 دفوا السيارة وجات ترجع عليهم نقدر نضغط بريك. لكن صعبة يدفونها وتدحدر وتصدم السيارات اللي واقفة، او في النهار ذا الشارع زحمة، ناس رايحين جايين، طريق اساسي ذا، فلا سمح الله تدحدر ويجي واحد مسرع يصدمها مصيبة. وهذا المركز ما شاء الله تبارك الله. خلنا ناخذ لنا صور للذكرى. ما شاء الله. تصبحون على خير. طبعا اليوم خميس، دخلنا الجمعة بالليل الحين، فيوم الجمعة ما في شغل، يوم السبت الصباح ان شاء الله ندخلها. طبعا اليوم جمعة وما في شغل، والحين ظهر وانا مستانس مبسوط. كل شوي ادخل على الكاميرات في البرنامج في الجوال، اجلس اشوف السيارة عن طريق كاميرات المراقبة. يعني والله السيارة يا شباب احبها، لانه مو مصدق اني خلصتها. معاناة 5 سنوات في ورشة سمكرة، ما خلصوا ورش الا بعد 5 سنوات. وبعدين سلمتها ورشة عشان يشتغلون فيها ميكانيكا وكهرباء، جلست عندهم 3 شهور ما حركوا فيها مسمار واحد عشان عندهم قلة عمالة. والحمد لله توظفت في ورشة، يعني ورشة فيها صيانة ميكانيكا وكهرباء وسمكرة ورش في الرياض. فحملت السيارة من الدمام أو من سيهات، الورشة كانت في سيهات، من ورشة سيهات إلى الرياض. وإن شاء الله يعني تكون جاهزة في الرياض بإذن الله، ونخلصها بإذن الله في الرياض ونشتغل عليها ونضبطها ونستخدمها. وانتظرونا بالمقاطع الجاية. وإذا حابين أصور لكم شغل الورشة اللي أنا متوظف فيها اكتبوا لي تحت في الكومنت. السلام عليكم.